السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم هذا الفقاس الملكي بطريقه سهله، كيجي اكثر من رائع. فقاس اللي عامر كله مكسرات. غادي نوريكم بعض الاسرار نجاح هذه الوصفه وكيفاش ان الفقاس ما يجيكمش قاصح او ما يجيكمش يابس من بعد ما كطيبوه. غادي نوريكم كذلك الطريقه ديال التقطاع ديالو باش ما يتهرسش ليكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. الا كنتي اول مره كتشاهدي قناتي فهذه قناه حسنه راميلي، اشتركي فيها وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غنحتاجو كاس عامر ديال السكر، هنا عندي تقريبا 200 غرام ديال السكر، 4 كاس ديال الماء الزهر ونص كاس ديال الحليب. غنحتاجو 2 ديال البيضات ومعلقه ديال بودره الفاني. عندنا نص كاس ديال زيت المائده. غادي نزيدو الكميه اللي بقات لينا في الكاس، غادي نزيدوها زبده. هنا غادي ندير الزبده اللي كتكون حيوانيه، كنطيبوها مزيان حتى كيتبخر السائل اللي كيكون فيها. كما كتبان لكم الكاسرونه من التحت راه محروقه شويه. بهذه الطريقه المذاق ديال الزبده كيتغير وكيعطينا طعم زوين للفقاس. يعني كطيبوا الزبده مزيان حتى كيتحرق او كيتبخر السائل اللي كيكون فيها، عاد من بعد كتخدموا بها. هنايا كناخذ الكاس ديال الخلاط كندير فيه المكونات ديالي كلهم. كنديروا السكر، الماء الزهر، كنديروا الحليب، نص كاس ديال الحليب، كاس اللي فيه خليط بين الزبده والزيت. غادي نديروا كذلك 2 ديال البيضات. الحجم ديال البيض كيكون فيه تقريبا من بعد ما كتهرسوه كتلقاو فيه 50 غرام في البيضه، يعني الحجم ديال البيض تقريبا 100 غرام ديال البيض بلا قشره. كنزيدوا معلقه ديال البودره الفاني او ممكن ديروا سائل الفاني. وهنايا كندير 4 معالق صغيره ديال الملحه. ضروري كتضيفوا الملحه باش كيجيكم المذاق ديال الفقاس زوين. كنطحن هذاك الخليط. وهنايا في قصريه كناخذ 6 ديال الكؤوس عنبه ديال الدقيق الابيض كنغربلهم. تقريبا الكميه هي 600 غرام ديال الدقيق الابيض. وكنزيد عليهم كيس ديال الخميره ديال الحلويات، الوزن ديال الكيس 8 غرام. من بعد ما كنوجدوا الدقيق مع الخميره هنا كنزيدوا عليه الخليط اللي درنا في الكاس ديال الخلاط. كما قلت لكم من بعد ما كديروا المكونات كلهم في الكاس ديال الخلاط كطحنوهم مزيان حتى كتاكدوا بان داك السكر داب. صافي كنبدا نخلط بهذه الطريقه. غادي نعجن العجينه ديالي. هنا درنا 600 غرام ديال الدقيق. الا بانت لكم العجينه بانها كتلصق غادي تزيدوا معلقه صافي. ما تكثروش من الدقيق باش الفقاس فاش يكون كيطيب لكم الطيبه الاولى ما يتشققش لكم. انا هنايا درت 600 غرام، زدت معلقه كبيره باش جمعت المكونات. يعني كما قلت لكم زدت غير معلقه، ما تكثروش الدقيق باش ما يتشقش لكم الفقاس من بعد. صافي هذه هي العجينه كتكون رطبه واخا تبان لكم انها كتلصق، راه هكا خص يجي القوام ديالها، ما خصهاش تجيكم قاصحه. من بعد كنقسم العجينه على 2. انا هنايا بغيت ندير الفقاس يكون كبير. الا كنتو غادي ديروا فقاس يكون صغير غتقسموا العجينه على 3، ماشي صغير بزاف كيكون موين. انا هنايا كما قلت لكم قسمت العجينه على 2 حيت بغيت ندير الفقاس يكون كبير. صافي كنشكلهم بهذه الطريقه على شكل كرات. من بعد ضروري كتغطيوهم بلاستيكه وتخليوهم بما كتوجدوا باقي المكونات. هنايا كناخذ بيضه اللي كتكون كامله، كندير معاها 2 معالق ديال الماء الزهر وكنطرب البيضه مزيان. نسموها بالزهر باش كتحيد لكم فيها ديك الزفوريه، او ممكن تنسموها كذلك بالفاني. صافي من بعد كناخذوا العجينه اللي شكلنا على شكل كرات، غادي نسرحوها فوق الطبله. ما كنديرش الدقيق، كنسرح العجينه كما هي. الا خفتوا العجينه تلصق لكم ممكن تسرحوها على فراشه ديال السيليكون، او ممكن تفرشوا غير بلاستيكه وتبداو تسرحوا عليها العجينه. انا هنايا كنسرحها لان العجينه كتكون فيها الزيت ما كتلصقش لكم على الطبله. من بعد ما كنسرحوها كنحاولوا ان نشكلوها على شكل مستطيل بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. ما ترققوهاش بزاف، خليو السمك ديالها شويه غليظ. كناخذوا هذاك الخليط ديال البيض والزهر كندهنوا، يعني كنديروا كميه كثيره في وسط العجينه بهذا الشكل اللي شفتوا معايا باش نثبتوا عليها المكسرات. بالنسبه للمكسرات اللي كنديروا في وسط هذا الفقاس تقدروا تكتفيوا بنوع واحد فقط ديال المكسرات، كما ممكن انكم ديروا خليط بين المكسرات. انا هنايا غادي ندير خليط بين المكسرات وغادي نوريكم كيفاش ممكن انكم تخدموا بنوع واحد ديال المكسرات. بالنسبه لكميه المكسرات كنديروا 200 غرام، الا كثرتوا ديروا 250، يعني ما تفوتوش هذه الكميه. ما ديروش كميه اقل من 200 غرام لان ما غاديش تبان لكم في وسط البودان. ولا درتوا كميه كثيره يبدا الفقاس ثاني يعني ما يجيش هو هذاك. غادي ديروا بين 200 و 250 غرام، ما تعداوهاش. حاولوا انكم توزعوا المكسرات بشكل يكون متساوي. الا بانوا لكم الحبات ديال الكركاع الا بانوا لكم كبار قسموهم على 2 كما كندير انا في الفيديو. يعني الحبات ديال الكركاع ملي كيبان لي داك النص كبير كنقسمو على 2. صافي من بعد كنوزع المكسرات بهذا الشكل اللي كيكون متساوي وكنبداو ندوروا العجينه بهذه الطريقه. كندور العجينه وانا كنضغط بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، يعني دوروا ما تخليوش الخواف لداخل.
من بعد هاد الطرف الاخراني اللي كيبقى ليا من العجينه كنعاود ندهنو بالبيض باش كيتبت ليا مزيان. صافي من بعد ما كندورو البودان ديالنا كامل، هذا هو الشكل ديالو. هانتوما ما كنسدش الجناب، كنخليهم كما هما، كنحاول ندورو شويه صافي وكنحطو. هنايا غادي نعاود ندورو في اللوز او في رقائق اللوز. غادي ناخذ داك الخليط ديال البيض اللي وجدت معكم في الاول، الخليط ديال البيض والزهر، غادي ندهن به هكايا الوجه، ومن بعد غادي ندوزو في هاد رقائق اللوز. انا كندورو كامل في هاد اللوز، ممكن ديروا غير الوجه ديالو فقط. انا صراحه كندور هاد البودان كله في اللوز، عاد من بعد غنحطوه في صينيه ديال الفرن. بالنسبه للطاوه فاش غادي تحطوه ضروري ان تكون مفرشه بورق الطهي ودهنوه بالزبده، او ديروا هاد الفراشه ديال السيليكون. يعني يا اما كديروا فراشه ديال السيليكون، اما كديروا ورق الطهي وكدهنوه مزيان بالزيت او بالزبده باش ما يلصقش لكم عليه هاد البودان. ونفس الطريقه كنديروها مع القطعه الثانيه ديال العجينه، كنسرحوها وكندير فيها غير الكركاع بوحدو. هنا غندير الكميه ديال الكركاع كلها، يعني كندير 200 غرام كلها ديال المكسرات، كنديرها غير كركاع بوحدو. صافي غنبدا نوزع الكركاع وغادي ندورو بنفس الطريقه اللي درت معكم في الاول، يعني نفس المراحل كتعاودوا ديروهم في العجينه الثانيه. كدوروها مزيان وكتسدوا هذاك الطرف الاخراني بشويه ديال البيض، وبهذه الطريقه كندهن الوجه ديالها وغادي ندوزها كامل في هاد رقائق اللوز. يعني نفس الطريقه اللي كديروا مع البودان الاول كديروه مع البودان الثاني، غير هو المكسرات كيكون نوع واحد فقط المكسرات. هنا كتبقى لكم الاختيار، يعني كديروا الحاجه اللي بغيتو نتوما. انا هنا كنعطيكم اختيارات وانتم كديروا اللي يناسبكم. صافي هنا من بعد ما شكلناهم غادي ندخلوهم يطيبوا. المرحله ديال الطياب راه مهمه بزاف، سمعوني اش غادي نقول لكم. الفران كيكون بارد وكندخلوا ليه الطاوه. قبل ما كندخلوا الطاوه للفران ضروري كنثقبوها بهذه الطريقه، كتاخذوا عود هكايا وكتثقبوها مزيان. عاد من بعد كتدخلوا الطاوه ديالكم الفران اللي كيكون بارد، عاد كنشعلوه على 100 درجه. يعني العافيه كنديروها على 100. انا الفران ديالي كيشعل ليا الفوق لتحت دقه واحده، كنشعل الفران الفوق لتحت والحراره كتكون على 100 درجه، وكندير الطاوه ديالي في التحت. الا كان عندكم فران كيشعل تحت بوحدو غادي تشعلوا الفران على 100 درجه، وغادي ديروا الطاوه ديالكم في الوسط. يعني غتكون العافيه كاينه غير من التحت صافي، غديروا الطاوه ديالكم في الوسط وغتخليوه حتى يتحمر على خاطرو. المده اللي كياخذ تقريبا كتكون بين 45 دقيقه حتى لساعه باش كيطيب بلا ما كيتشق لكم. يعني ما كتكونش ديك الشقه في الوسط ولا حتى حاجه كما كيبان لكم في الفيديو، غير هو كما قلت لكم ما تشعلوش الفران حتى تدخلوا الطاوه ديالكم الفران عاد باش كتشعل. والحاجه الثانيه اللي مهمه باش تقطعوا الفقاس بلا ما يتهرس لكم هو تستعملوا هذا المواس الرقاق وكيكون ماضي. يعني الموس تاخذوه من الباكيه نيشان تقطعوا به. انا ديما كناخذ هذه الباكيه كنحطها غير على حساب الفقاس، كل مره كناخذ منها موس كنقطع به الفقاس صافي كندخل الكوزينه. فاش كنبغي نصاوب الفقاس المره الثانيه كنعاود تاني ناخذ موس جديد من الباكيه. هانتوما كيما كيبان لكم الموس باش تقطعوا الفقاس خصو يكون رقيق ويكون جديد باش يتقطع لكم الفقاس بكل سهوله بلا ما يتهرس لكم. بالنسبه لهذا الفقاس اللي كيكون ديال الكركاع او كيكون ديال المكسرات، هو راه ما كيكونش بحال الفقاس الاخر اللي كنديروا العادي. هو راه كيكون شويه، يعني كتكون فيه القرمشه شويه زايده مقارنه بالفقاس الاخر. حيت ديما كيجيني هذا السؤال كيقولوا لي البنات بان الفقاس ديال الكركاع جربنا وجانا قاصح. هو راه خصو يتقطع رقيق باش يجيكم زوين، خصو يتقطع رقيق باش يتحمر مزيان. وهو كما قلت لكم راه كتكون فيه القرمشه زايده مقارنه بالفقاس العادي اللي كنديروا. يعني هاد الفقاس ديال المكسرات راه كتجي فيه القرمشه شويه زايده مقارنه بالفقاس العادي اللي كنديرو كيكون هشيش. انا كنوريكم كيفاش قطعت الفقاس رقيق وهانتوما كيتقطع بكل سهوله بلا ما كيتهرس لكم. من بعد كنستفو في الطاوه ديال الفران، كنعاود نرجعوا للفران يتحمر. العافيه كتكون متوسطه. الا كان عندكم فران ديال الغاز ديروا عافيه اللي تكون متوسطه. انا بالنسبه للفران ديال الضو كنشعلو على 140 درجه. كندخل الطاوه ديال الفران وكنخليهم يتحمروا على خاطرهم. العافيه كتكون من الفوق ومن التحت، والطاوه كنديروها في الوسط. خديت لكم الفيديو بالصوت باش تسمعوا صوت القرمشه، كيجي لذيذ بزاف هذا الفقاس. غير هو تبعوا المراحل كما قلتهم لكم انا في الفيديو. هذا هو الفقاس اللي وجدت معكم بالكركاع، يعني درت معكم نصف الكميه درناها غير بالكركاع بوحدو، والنصف الثاني ديال الكميه درناها بالخليط ديال المكسرات. بالنسبه للكميه اللي كتعطيني هاد العجينه ديال الفقاس كتعطيني تقريبا كيلو و700 غرام، يعني فايت كيلو ونص ديال الفقاس.
هنا وصلنا لاخر الفيديو. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديال لايك الفيديو، خليو لي تعليقاتكم، صراحه كتفرحوني بزاف تعليقاتكم لها يخديكم. واخا انا حاسه بانني مقصره معكم، ما كنشاركش معكم فيديوهات بزاف، كنبغي نصور ولكن ظروف العمل ما كتكونش عندي الوقت. ما كرهتش نشارك معكم فيديو ديال صابلي قبل العيد، طلبوني بزاف عليه البنات، ولكن والله ما عندي الوقت. انا غنحاول نشارك معكم بعض الوصفات اللي غينفعوكم الفطور ديال العيد ان شاء الله. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.